ايه رأيك في طاجن البامية ابو لحمة ده؟ شايفة شكله؟ تعالى اوريكي اللحمة قد ايه هي دايبة. شايفة؟ خطيرة. ولا البامية بقى بأمانة هو ده اللي يتسمى مفهوش ولا غلطة. تعالي ابدأي معايا الفيديو وانا اقولك عملنا الطاجن القمر ده ازاي. اول حاجة معايا طاسة او حلة فيها معلقتين كبار من السمنة. هنزل ببصلاية كبيرة او 2 صغيرين. انا معايا بصلاية كبيرة فرمها في الكبة. حمريها لحد ما يبقى لونها ذهبي. وبعد ما البصله احمرت معايا وخدت اللون الذهبي الجميل الفاتح ده، هنزل بربع معلقه ثوم صغير. انا مش هحمر الثوم ولا اي حاجه، انا هحط الثوم كده. هنزل بمعلقه كبيره من صلصه الطماطم. بس ومعلقه كبيره من هريسه الشطه. هنزل على طول بالطماطم بتاعتي. نص كيلو طماطم ضرباه ومصفياه بالشكل ده. وبس كده انا سلقه اللحمه بتاعتي نص سوا. هنزلها على طول على الصلصه. من عقبال ما الصلصه تتسبك تكون اللحمه بتاعتي استوت. اهو اللحمه بتاعتي مستويه نص سوا، مش سوا كامل. انا هحطها على طول في المرحله دي. هننزل بالبهارات بتاعتنا. هنزل بسنه بسيطه من الشطه ودي اختياري، ملح، فلفل اسمر، سكر، كزبره، 7 بهار، ومكعب من المرقه. ما بنزلش باي حاجه تاني. اقلب الكلام ده بقى كله كده. نوطي عليها على النار، سيبها تتسبك براحتها ونروح نقمع الباميه بتاعتنا. يلا. وهي دي شكل الباميه بتاعتي. بغسلها قبل ما بقمعها. انا سايبه كام واحده معاكم كده اوريها لكم. بتقمعيها بالشكل ده، تقطعي الطرف اللي من تحت وبتفتحيها فتحه صغيره تبقى معاكي بالشكل القمر ده. ما تقطعهاش كده عشان يبقى شكلها حلو. شايفين؟ تقطعي الحته اللي من تحت وتفتحيها فتحه صغيره. هاتي الباميه الصغيره مش الباميه الكبيره. الكبيره دي للويكه. بس كده. تعالوا بقى نشوف اللي على النار. شايفين الصلصه بتاعتنا اتسبكت ازاي؟ شايفه ادام الحاجه طول ما ظهرت السمنه كده على الوش تعرفي ان هي اتسبكت حلو قوي. كمان انزلي بالباميه بتاعتك وهتنزلي عليهم بشويه من الشوربه تغلي غلوتين وتدفى عليها. وهقولك هعمل ايه كمان، هي لسه ما خلصتش طبعا. الباميه ما بتاخدش سوا وما تهريهاش، عشان لو اتبقى معاكي حاجه وجيتي سخنتيها تلاقي الباميه كل واحده بوحدتها، ما تلاقيهاش اتهرت معاكي. هنزل بشويه من الشوربه. هتستوي واقولك اعمل ايه كمان فيها. وبس كده انا اللحمه بتاعتي خلاص استوت والباميه كمان. عايزه تاكليها على كده اعملي لها الطشه وكليها على كده، بس انا بحب ادخلها الفرن. تعالوا بقى نحطها في صينيه ونعمل لها الطشه بتاعتها الجميله. زي ما انا قلت لك هنعمل لها طشه جميله كده وتدخليها جوه الفرن تاكلي احلى طاجن باميه. طشه الباميه بيتحط لها كزبره ناشفه، واول ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده انزلي بنص معلقه من الكزبره وعلى الطاجن على طول. حطي قرن فلفل اخضر كده. هدخله الفرن 10 دقايق بالظبط يتشمع بس وتقدميه وتاكليه بألف هنا وشفا. هروح ادخله الفرن وارجع لك. وبس كده هو ده شكله بعد ما طلع من الفرن. شايفين شكله وجماله؟ بأمانة تحفة. اتمنى ان انت تجربيه ويعجبك.